عملوها لعيبة الأهلي وفازوا على الاتحاد سيد البلد، لكن إيه؟ الأهلي هو سيد الأسياد. النهاردة ابتدى الحكاية مين؟ ابننا محمود علاء الغالي. بقول لك يا علاء، ما تعمل حاجة غير إنك تلعب كورة. أسست في الزمالك بتدينا، أسست في الأهلي بتدينا، يعني ما لقيتش قفشة في الملعب فديتها لتاو. الله يخليك لينا يا محمود يا علاء، وركلة جزاء ضيعتها. ايه العظمة ديت يا ابني؟ ده انت لو من ناشئين الاهلي مش هتعمل اللي انت بتعمله، لكن نتكلم في التفاصيل. تاو وحلاوة تاو واحتفال تاو، يناموا كأن الأسد كان نايم وصحي. النهاردة الأهلي في الشوط الأول شوط عالمي، شوط ممتع، لكن الشوط التاني في الضياع اكيد هنتكلم عليه. لكن النهارده يعني الدنيا كانت ماشيه حلوه في الشوط الاولاني، نازل ضاغط وبتجيب دقيقه من الاول، وديت شخصيه الاهلي واللي كولر رجعها لنا تاني. الاول كان الاهلي يلا في البلس 90 في الدقيقه 70 في بدايه الشوط التاني، لكن دلوقتي الاهلي بيحاول في اكتر من مباراة انه يجيب جول واتنين في الشوط الاولاني، لحد ما مين بقى؟ عبد القادر، ومهارات عبد القادر عملها لتاو بعد ما علاء عمل الاسيست وجبنا الجون الاولاني. اما الجول التاني عرضية من علي معلول على راس ياسر ابراهيم، عرضية ولا احلى بالمقاس، علشان يقول لعبد الله السعيد لو انت كنت صانع العاب وعامل 67 اسيست مع الاهلي فانا ظهير، انا الباك وعامل نفس الرقم اللي انت عملته. علي معلول لاعب تاريخي في النادي الاهلي، لكن ياسر ما ينفعش يسكت وخلاص، لازما يحط على التورته اللي عملها شويه شطه. جاب علينا ركله جزاء يعني فيها وعليها، لكن البنا احتسبها. وزي ما الفار بيفتش للنادي الاهلي في كل جواله على اي حاجه، على اي حاجه يلغي بيها الجول، ويستنى قرار المفتي وشيخ الازهر في نفس الوقت، اي كوره لخصوم الاهلي يفتش اي حاجه على النادي الاهلي عشان يطلع بمصلحه، لكن حسب ركله جزاء علشان يخش مين؟ يخش محمود علاء ابننا ويضيع ركله الجزاء، والشناوي يتألق ويصدها. وزي ما قبل كده يا شناوي قلنا عليك ان انت مقصر ولازم تراجع نفسك، بنقول لك الله ينور عليك. النهارده نجم من نجوم المباراه يا شناوي، ومش دي الكوره الوحيده اللي انت طلعتها، ده في رأسيه على بعد متر ونص تألقت وتعملقت وطلعتها. وتبدأ بقى تغييرات الاهلي، ويطلع برومي سافيو وينزل لك قفشه وكأنه ما نزلش، ميس باص طول الوقت. وتحول الشوط الثاني مفيش لاعب في النادي الاهلي ما غلطش، كل كورة وفي التلت الأخير بالذات أخطاء بالجملة. نرقص ترقيصة ونباصي الباصة تطلع غلط، ميس باص طول الوقت. ده حتى حسين الشحات لما نزل أول باصة ليه في الملعب ميس باص، تاني باصة بأسيست اللي تاو اللي كان مبدع النهاردة، لكن اتأخر فيها سنة واتزحلق وجاله شد في العضلية. يا عمي كواليني، فضلت تقول بيرستاو عمل اللي عليه النهارده، بيرستاو اقنع وابدع النهارده. نسيت تقول بسم الله ما شاء الله، نسيت تقول بسم الله ما شاء الله. اكيد قاعد على مكتب خشب، امسك الخشب ولا صلى على النبي ولا اعمل اي حاجه. ما عدتش دقيقه واللاعب اتصاب، حرام عليك، حرام عليك. ورجعت تقول عيني عليك بارده بعد الاصابه ما تمت، بعد ما جاله شد عضل. وتقريبا ده يعني التشخيص المبدئي، لسه هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. وطلع تاو وكملنا العشر دقايق او اخر كام دقيقة في الماتش ناقصين. يجي بقى قفشة بعد ما ضيع كورة وبعد ما ضيع التانية، يعلم المهدي سليمان السباحة، ينيمه على الارض ويخليه كده افرد رجلك افرد دراعك قوم نام. عمل فيه كل حاجة، وبعد كده عملها اسيست لمين بقى؟ للحكمدار زي ما قال الكواليني، الرجولة أكرم توفيق علشان يحطها. وقفشة يرفض إن هو يعني يحتفل بالأسيست، وكمان يروح يعتذر للمهدي سليمان بعد الماتش. وديت حاجة حلوة يا قفشة، حاجة حلوة. بس الأحلى من كده إنك تركز في الماتش وتركز مع الأهلي وتفكك من
العقود اللي جايه لك والعروض واللي بيعملوه، لا اعمالك. ركز في النادي الاهلي لحد ما تاخد قرارك. عايز تسافر اعاره، تطلع بيع، ده قرار النادي الاهلي. واحنا ما بنمسكش في حد. انت صاحب القضيه ممكن، وانت نجم من نجوم النادي الاهلي، بس مش هنخاف على مصلحتك اكتر من نفسك. وانت عارف المجد والتاريخ اللي مستنيك في النادي الاهلي. لكن بنقول لك زي ما غلطت في اول كوره والتانيه والتالته، بنحييك على الاسيست اللي عملته. وبرضه بنحيي يعني اللي نزل وكان ادى دوره كما ينبغي، الكابتن حسين الشحات. زي ما كنا بنلوم عليك يا حسين وبنلوم على الكمبياله اللي بتعطلك، بنقول لك شكل الكمبياله اتسددت. والنهارده عملت تاني كرة اسيست حلو، لكن لولا يعني اصابه بيرستاو كان زمانه اسيست جميل، كان زمانها حاجه كويسه. وبنقول لياسر يا ابراهيم، يا ياسر يا ابراهيم، اتق الله فينا ولا تخطئ كثيرا. يعني احنا مش قادرين. يعني حاول تركز معانا يا ياسر. عملت حاجة حلوة ما تعكهاش، ما تعكهاش، عشان العملية مش ناقصة. أما كولر بقى فبنقول لك الله ينور. لكن في حاجة لازم أتكلم فيها، وتقريبا كولر يشيل جزء منها. إصابة بيرستاو راجعين من إصابة عضلية، وإحنا عارفين ده كويس. وخد ربع ساعة في 5 دقايق في نص ساعة، ما ينفعش ألعبه الماتش كامل. يعني المفروض الدكتور أحمد أبو عبلة ركز معانا يا دكتور، ركز معانا شوية، علشان احنا مش هينفع كل اسبوعين لاعب متصاب، مش هتنفع. فلازما يعني نركز شوية، علشان بيرستاو بدأ يفوق. فما ينفعش الراجل يبقى نايم نصحوه من النوم يتصاب. لازما يعني يكون في تجهيز اكتر من كده، علشان بيرستاو لو ربنا كرمه مفيش بقى الموضوع الاصابه المزمنه والحاجات دي كلها، يبقى ده من اهم الحلول في النادي الاهلي، ومن افضل رؤوس الحربه اللي ممكن نعتمد عليهم الفتره اللي جايه. وشايفين بقى الكره، شايفين ماتش الاهلي والاتحاد نار ازاي، مش زي الماتش الودي بتاع البارح بتاع الزمالك وبيراميدز. ماتش البارح لا ليه لون ولا طعم ولا ريحه. لكن اتفرجوا على ماتشات الاهلي. والفار بقى راجع نفسك، علشان احنا كرهنا ميتين الفار. تعبنا من الفار واللي بيعمله. تحس انه هو موجود فقط لتعطيل نادي الاهلي. فركزوا معانا. ركلتين جزاء لو للاهلي كان ممكن يحسب واحده وهيطنش التانية. ركز معانا يا كابتن بنا، انا بحترمك وليك مني كل احترام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وبنقول لايك واشتراك في القناة ونفعل الجرس علشان دايما يوصل لكل جديد. وان شاء الله بكرة ممكن نتقابل بعد ماتشات كاس العالم. اشوفكم على خير، وتحياتي للجميع. مع السلامة.